استلمت التابلت ولا لسه؟ الناس اللي استلمت تابلت الثانوية العامة تكتب لي تحت في التعليقات، ويا ريت تكتب اسم المحافظة. يعني لو انت مثلا من الجيزة قول انا استلمت التابلت محافظة الجيزة مثلا. والناس بقى اللي لسه ما استلمتش التابلت تكمل معايا الفيديو للاخر، وبرضه تكتب في التعليقات تحت احنا لسه ما استلمناش التابلت. وندخل بقى في موضوع الفيديو. الناس اللي لسه ما استلمتش التابلت لحد دلوقتي تعمل ايه وايه ظروفها؟ هتاخد تابلت ولا لا؟ لو انت اول مرة تشوف القناة انزل تحت اعمل اشتراك في القناة، وما تنساش تعمل لايك تحت للفيديو عشان زمايلك يستفادوا. هقولك بقى تعمل ايه. انا هقول لك حاجة. انت منين؟ احنا قاعدين فين دلوقتي؟ قاعدين في مصر. كده تمام جوي، احنا كده تقريبا وصلنا لحد نص المشوار. انت قاعد في مصر، ومعروف عن المصريين ان احنا بنأخر في كل حاجة. كل حاجة بنأخر فيها لكن بنعملها. يعني في قرار كان نزل قرار كده من شهر 7 اللي فات، نزل قرار رئاسي من شهر 7 اللي فات. القرار لحد دلوقتي ما تنفذ. تخيل انت داخل على شهر 11 والقرار لا شهر 11 ايه، داخل على شهر 11 او في شهر 11 دلوقتي والقرار مفيش تنفيذ خالص. معناه الكلام ده ما تخافش، هتاخد تابلت الثانوية العامة. لكن اهدى، الناس اللي ما خدتش التابلت هتاخده، بس تصبر. الموضوع بيأخر شوية، تقريبا يعني ممكن نقول 15% بس اللي خدوا التابلت لحد دلوقتي. نسبة صغيرة جدا اللي خدوا التابلت لحد دلوقتي، لكن هتاخده. انت بس اللي مستعجل وقلقان. يعني كل يوم الاقي واحد يدخل على الخاص يقول لي لحد دلوقتي ما خدناش التابلت، هناخده امتى؟ مفيش ميعاد محدد. لا، مفيش ميعاد محدد. المفروض زي ما نزل القرار كده على صفحة وزارة التربية والتعليم يتوزع خلال شهر 10 يعني وشوية كده من شهر 11. بس هتاخد التابلت. انت كسنة وعام لازم قبل الامتحانات يكون معاك التابلت. لكن سنة وخدمات عادي، في سنة وخدمات بياخدوه الترم التاني مفيش مشكلة. انت وحظك، يعني لو سنة وخدمات احتمال تاخده قبل الامتحانات باسبوعين، واحتمال تاخده الترم التاني. وفي حالة ان انت لو خدت التابلت الترم التاني، لو انت سنة وخدمات هتمتحن الترم الاول ورقي، عشان في حد سألني السؤال ده. تمام. فلحد دلوقتي نسبة كبيرة ما خدتش التابلت. انا نادرا تقريبا 5 أو 6 بس اللي قالوا ان احنا خدنا التابلت، تقريبا في مدرسة او مدرستين في الجيزة، وفي حد قال من الشرقية مدرستنا خدت التابلت. غير كده لسه في ناس كتيرة ما خدتش التابلت. بس انت اصبر، ابوس ايدك هتاخده. يعني هتاخده، انا عارف ان انت داخل الثانوية عامة عشان التابلت، بس هتاخده. اذا كان نزل قرار ان يتوزع ويتاخد خلاص، دي ما فيهاش جدل. حتى لو اخر هتاخده. عشان انا شايف ناس كتير على الفيس بتستظرف كتير وتقول ان التابلت اتلغى لحد دلوقتي، وفي ناس تانية بتقول اهو فعلا. انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ الناس اللي بتقول التابلت اتلغى على الفيس ده على اساس يعني ان هو اتاخر، بتجيبوا الكلام ده منين؟ طيب انا الكلام اللي انا بقوله ده جايبه من مصدر، ووزارة التربية والتعليم ونزلت كل حاجة ونزلت الخبر وقالت هيتوزع. انت مصدرك ايه اللي بتقول التابلت هيتلغي؟ هو عشان اخر شوية يعني؟ طب ما احنا معروف ان احنا مصريين بنأخر في كل حاجة. لكن انت ثانوي عام هتاخد التابلت، واصبر شوية، ما تستعجلش عليه. انا عارف ان انت داخل ثانوي عام عشان التابلت، بس التابلت ده مصيبة اصلا، فما تستعجلش عليه. كده الفيديو بتاعنا انتهى. يا رب اكون طمنتك شوية، بس انت ما تستعجلش. واستناني الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.